مصطفى منا اليومين تجيب لي الفلوس، ما اعرف شو تريد تسوي روح سوي. بس انتظرني ظروف ما عندي فلوس. مصطفى انا الوادم تطلبني تجيب لي اياها الفلوس منا اليومين. طيب متاخر علي انت ما تعطيه فلوس ظروف شو اسوي الان؟ ما اعرف مصطفى جيب لي الفلوس في مالك. خويا اريد ابيع ابني. مصطفى ايش بيك؟ خويا مطلوب فلوس صدق احكي ودي انا جايني البيت. شلون هيك تورط روحك بالدين وتالي تريد تبيع ابنك؟ ترى ما يتعوضون الرجال، اكو ناس تحصر عليهم. خويا اذا انت ما تشتري اكو غيرك يشتري. مصطفى خلي عقلك براسك، فكر خيي ما يصير هذا ابنك، حرام هذا الشيء عمي. خويا شو اسوي عاد اذا ما طلع فلوس يذبون لا اله الا الله، خلي يذبوك سجن خوش ولا تبيع ابنك. هاك شوف شلون شوف خويا هاك اياه. لا اريده ولا هاي، روح اقعد ببيتك واسكت وبطل هاي السالفه، يجون يشتكون عليك خلي يذبوك سجن ولا تبيع ابنك. يعني انت ما تشتري مو؟ اشتري ليش؟ ولك عمي ابنك انت مخبل؟ خويا هذا ابنه ابيعه. تريد تبيعه؟ يا خويا ما اي انا اشتري ما يخالف. تدري ليش اريد اشتريه؟ لان انا محروم من الذريه. انا ما يصير عندي طفل مصطفى. باي مبلغ تريد انا اشتري وانا حاضر، وتدري اهلي عافوني وراحوا لان ما يصير عندي ظنه. مصطفى اذا تبيعه انا اشتري. لا خويا ما ابيع. ما تبيعه؟ افك الدين حتى لو ابيع بيتي واقعد بالشارع افك الدين مالي. بروتك مصطفى اذا تريد تبيعه انا اشتري والله اشتري. لا خويا انا ضنايف شلون ما افكر بها شلون اذباني مو سهل علي يا مال. بس اسوي غير مطلوب سلعه اقعد بالشارع حمات يعني وافك الدين عادي. مصطفى غريب. الله يرزقك انت.